أنا أحمد علي عبد الله الغرسان الغامدي من قبيلة بني ظبيان. عمري 25 على المية، 25 سنة over 100 years. خلاص. طيب، مشيت من هنا إلى الطائف 4 مرات على رجلي على الحمير والجمال. طيب 4 مرات. طيب، عاصرت جيلين، أجداد وأباء. الأجداد كانوا في أحسن حياة تاريخية، فطرة الإسلام بحذافيرها كانوا يحملونها معهم. مشيت تسوي لي أمي خبزة طول طريق الطائف. نحن نمشي 7 أيام بلياليها، ناكل من الخبزة ذي ما نكملها إلا في الطائف نغلقها. ولما نوصل الطائف خلاص غلقت الخبزة من القهاوي. الحياة سابقا حياة سكر وحياة عسل وحياة خوف وقطع جوف في الطرق. إذا شافوا مع الواحد حاجة ينطمع فيها تجمعوا عليه 2 3، وأما بالمعروف وأما بالاغتصاب يأخذونها منه الحاجة اللي يرغبونها. الآن نحن في حياة قمة أمن، قمة محبة. في تآلف الآن في المجتمع، هبة من الله سبحانه وتعالى، ثم لشعب المملكة العربية السعودية. والله يديمها ويشفيها شر الزوال، ويخلي لنا حكامنا هذولا اللي هم قايمين بحكم الله وسنة رسوله، والله يجزاهم عنا ألف خير. حياة زمان كان يسرح الرجال بثورين، 2 ثيران يحرث بها في البلاد. في البلاد شيء جاهز، صيف سبل بر. الحرمة عندها كانت في أعمال شاقة، تسرح في الركيب، تخرط السبل هذا وتروح تسهي في الصاج على النار، وبعدين تطحنه بالرحاه، وبعدين تعجنه وتسويه خبزة. تنظف الزبالة، أكرمكم الله، تنظف الزبالة حقة الحلال، حق الحمارة وحق الغنم وحق البقرة حق الثيران، والمجلس حق محل ما يأكلون ويشربون. وبعدين تسوي الخبزة وتندرب على الرجال في الوادي، في المعملة، في المزرعة، تندربها، تعطيها الأكل، القهوة ولا الفطور، وتأخذ اللومة وتعدي هي تحرث ويأكل. أعمال شاقة آنذاك، أعمال شاقة. الآن حياتنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حياتنا الآن تمن ولا تمنيت، يعني مغرية في جميع ملتزماتها، مغرية الحياة. ألفة بين البشر رقم 1، اللي من الشمال واللي من الجنوب يتقابلون كأنهم أخوان أحباء، يتبادلون الكلام الطيب، يتبادلون الكلام الأدبي، يتبادلون الكلام الديني. بالنسبة لحياتنا الآن ما في إنسان معسر، اليسر عام. نحمد الله ونشكر الله، نحمد الله. أنا كنت أحرث بالثيران، أحط المقرنة واللومة أحرث بر وأحرث ذرة وأحرث بلسن عدس، وكل شيء كنت أحرث أنا في البلاد. وعندي بلاد الآن مزارع حقتنا، لكن تركناها من يوم عاصرنا الخير هذا والرخاء هذا، تركنا البلاد من فوق 20 و30 سنة تركناها، من عمين من رب العالمين، ثم من حكامنا الله يجزاهم عنا خير، ويديمهم وينصرهم على ما يحب ويرضى. السيارات بأنواعها وبموديلاتها أسوقها على ما يرى. يعني لو ما أشوف أعدي عند في المعرض فور اكزامبل، يعني على سبيل المثال، أعدي المعرض أي سيارة يقول أركبها وأسوقها سواقة كان وأنا ما بعد أعرفها ولا بعد سكتها إطلاقا، أسوقها على ما يرام أحسن من اللي يسوق عادي. وبالنسبة لجميع أنواع السيارات هذه عندي خبرتها في المكاين وفي الكهرباء وفي كل شيء الحمد لله. أروح ولي عهد ولد عبد العزيز، تبارك الله عليه، أنا هنا ولا هنا ولد عبد العزيز،
قلنا بس يعجبنا أن نفتخر بتنقلاتك من مكان إلى مكان، ومن مكان عزيز إلى مكان عزيز، ونعتز بمعزتك. ينبسط يرتاح منا من كلامنا. ورحمة الله عليه كان عيدنا من 5000 ريال العيدية بس، وكنا عايشين معه حوالي 5 سنوات لين نقل صار ولي عهد. فجلسنا نحن بعد في الداخلية، نقلت أنا من الداخلية في وزارة الصحة، اشتغلت في مكتب وزير الصحة 3 سنوات. بعد 3 سنوات نقلت في مكة في الشؤون الصحية حقت مكة في جياد. ما ارتحت في مكة، ما ارتحت هناك. بعدين في واحد اسمه علي حمدان غامدي موجود الآن متقاعد، كان مدير الشؤون الصحية في منطقة الباحة، صديق يعرف، كان يدرس عندنا في الرياض ومتعارف أنا وياه من الرياض. بعدين أنا رحت لا عنده هنا في الباحة، قلت إيش رأيك إني أنا أنقل عندك هنا؟ قال ابشر بس على عيني وراسي أنقلك أنا أقبلك، بس جيب لي أخلي طرف من عملك وأنقلك عندي ابشر. جيت هنا كملت 42 سنة خدمة، والحمد لله الآن متقاعد ومرتاح مبسوط ومنعم من رب العالمين، له الحمد لله الشكر. من أولياء الأمر ذي بيحكمون بكتاب الله وسنة رسوله، من واحد في الثاني متداولين السرى في حكم السعودية. ولا يقضي الحاجات من خلقه إلا الطيبين، مثل عبير سالم الغامدي، الله يوفقها ويفتح لها باب الخير وييسر أمرها ويسخر لها القلوب القاسية، إنها على كل شيء قدير، ويكثر أمثالها.